انا على سبيل المثال كعمرة ديني، لو انا قفلت محلي وسبت البلد ومشيت وسافرت وهجيت على راسي ومشيت وجيت في اي شارع جبت شكارة فرشتها في الارض وحطيت مفك وحطيت قصافة عندي هنا وحطيت جفت، هنبدأ نصلح موبايلات وهناخد فلوس. المهنة او الحرفة بتنفعك في اي مكان. انت كشاب الفلوس هتجيلك، ولكن مطلوب منك انك ازاي تعرف وتفهم الطريقة. في الفيديو ده هتكلم معاك يعني ببساطة ومن غير مونتاج ومن غير دوشة كتير، وبعيد عن مجال الموبايلات، وهنضيف فيه الموبايلات يعني كشرح بسيط بحيث انك تفهم كذا امور في الحياة انك انت تقدر تجيب منها فلوس، او لو انت عايز تعمل فلوس. يعني في واحد اسمه عبد الله بعت لي رسالة على الخاص بيقول لي يا عمرو اني انا مثلا ظروفي صعبة وانا عندي 27 سنة ومش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، والشغل بتاعي مش مكفيني. هل ينفع ان انا اشتغل في الموبايلات؟ وهل في مجال تاني داخل لي فلوس لو انا دخلت فيه يكون اسهل وابسط عليا؟ تعال اتكلم معاكم شويه يعني اخوه كاصدقاء، والله يعلم اني انا بحبكم في الله وبحب الخير للجميع، ولو عندي اي معلومه واي حد سالني وعندي الرد مش هبخل على اي حد. انا كعمر تمام، او كعمر الفارس بتاع موبايلات، ببيع وبصلح وبشتري، وعندي كذا بيزنس تاني في امور تاني. في ناس شايفان اني انا شخص كويس وشخص ناجح، وفي ناس شايفين ان انا بسيط وعادي جدا، وناس كتير زيي واحسن مني كمان، وفي ناس شايفان اني انا مثلا ما عملتش ولا حاجه، ودي اراء نتفق او نختلف، ده عادي. طب رايي انا لنفسي ايه؟ رايي انا لنفسي اني انا الحمد لله مستور وكويس، وبحاول ان انا بطور واحسن من نفسي. نخش في موضوعنا. اول حاجه، انت كشاب لو حتى لسه في بدايه عمرك انك دخلت الثانوي دلوقتي وعندك 16 او 17 سنه وعايز تبدأ وتعمل فلوس، وظروفك المادية مش أحسن حاجة، ظروفك متوسطة، معك أبوك وأمك بيصرفوا عليك أو الدخل بتاعهم متوسط ويدوب الأمور ماشية وعلى القد. النصيحة ليك فترة الثانوية فترة صعبة، فترة صعبة يعني فيها مذاكرة كتير وفيها دوشة كتير علشان أنت عايز تنجح وتخش مجال معين أو كلية معينة نفسك فيها. ولكن اللي عايز أعرفه لك في الوقت الحالي، الكليات او التعليم عامة ما بقاش هو الشيء التوب اللي انا لازم نمشي في الطريق اللي فيه عشان انا نخوضه. لولا هو يبقى انا حياتي انتهت. ومش بقول لك كده انك بقول لك التعليم ما ينفعش او سيب التعليم، التعليم مهم جدا، واوعى تفرط في تعليمك او مذاكرتك. بس اللي انا اللي عايز اعرفه لك انك جنب التعليم بتاعك لازم تخصص لك ساعة او نص ساعة في اليوم تتعلم اي حاجة تاني جنب التعليم بتاعك. مش هقول لك انا دلوقتي النت عبى الدنيا والكورسات ومش عارف ايه وكذا وكذا وخش فريلانسر و والحاجات دي كلها، مع الحاجات دي كلها كويسه وموجوده بالفعل، ولكن عايزه عمق وعايزه تفكير كتير. وفي حاجات كتير تاني زي البرمجه وزي المونتاج وزي الفريلانسر اللي قلت من شويه، وزي انك انت تعمل مثلا صور مصغره، تعمل لوجوهات، تتعلمها، هتضيف لك دخل جنب الدراسة بتاعتك. ولكن أنا بتكلم هنا على حاجة تاني، إنك تتعلم صنعة أو مهنة ملموسة. ممكن تشوفها في رأيك غلط أو خطأ، ولكن أنا بشوفها إنه دي حاجة صح جدا وكويسة جدا. زي إيه مثلا؟ زي مهنة الموبايلات، زي مهنة تصليح التليفونات، كويسة جدا لو انت بدأت فيها وتعلمتها. عدد التليفونات كل يوم بيزيد وعدد الناس بتشتري اكتر، وكل يوم في تقدم وفي ازدياد وفي ازدهار. والمهنة دي لو انت اتعلمت فيها وبدأت تاخد فيها يعني كورس واحد خفيف واحدة واحدة كده، هتبدأ تعمل فلوس سواء من السوفت وير او من الهاردوير. يا راجل ده انت لو اشتريت سكرينات يا راجل وركبتها على التليفون هتكسب وتعمل فلوس. يا راجل انت لو اشتريت شوية جرابات يا راجل وعرضتهم على الفيسبوك بتاعك، عندي جراب كذا وجراب كذا وجراب كذا، هتكسب فلوس في مهنة الموبايلات. المهم انت اتحرك واسعى واعمل، لازم الحركة منك انت. طب ايه مهن تاني؟ المهن التاني انك انت تتعلم ورشة صيانة، ميكانيكا، موتوسيكلات، عربيات، تتعلم تصليح سيارات، تصليح موتوسيكلات زي ما انا قلت لك. ما تستهونش بالمهنة، المهنة ممكن في اي وقت من الاوقات تنقذك. ممكن تعليمك في يوم من الايام ما ينفعكش، هتلاقي المهنة هي اللي سنداك، او الصنعة او الحرفة. هديلك مثال تاني،
السوريين عندنا نظم مصر هنا كلهم اغلبهم عندنا، اغلبهم بيقول لك انا دكتور اسنان، وهو لا دكتور ولا حاجه، ولكن هو بس اتعلم مهنه او حرفه ان هو يغير الاسنان ويشيل اسنان ويركب اسنان. جه هنا في مصر اشتغلوا، واشتغلوا شغل من نار كمان، علشان معاه مهنه وصنعه في ايده. عارف انت لو اتعلمت صنعه النجاره، النجاره ايا كانت، نجار مسلح او نجار باب وشباك، او اتعلمت السباكه، او اتعلمت الكهرباء، او اتعلمت المحاره، هتقول لي ازاي نتعلم ده كله انا جنب تعليمي في الثانويه؟ لا اتعلم، مفيش حاجه صعبه. في ناس طلعت من مفيش، من الصفر، من حاجه يعني لا تذكر، ما كانش في صفر اصلا، وتعلمت مهنه واتنين وتلاته. وخلي في علمك التعليم دلوقتي ما بينفعش الا في الكليات القمه جدا جدا، اقل حاجه دلوقتي حاليا الطب. تمام، الطب. وكمان الطب ده عايز مصاريف كتيرة جدا جدا، لازم يكون معاك فلوس. يعني لو اهلك مش معاهم فلوس يكفوك في كلية الطب ويصرفوا عليك، او كان معاك ارض كتير، او كان معاك رصيد كبير في البنك من اهلك، مش هتعرف تكمل في كلية الطب، وممكن انك انت تسيبها وما تكملش. ولكن لو انت راجل عندك مهنة او صنعة او حرفة، سواء ميكانيكي، نجار، سباك، كهربائي، بتاع موبايلات، بتصلح عجل، بتعمل اي حاجة، تمام، الموضوع ده هيساعدك انك انت تكمل تعليمك وتخلص تعليمك، وكمان تستمر في دراستك وتوصل للليفل اللي انت عايزه، علشان في دخل بيدخل لك. تمام، وفي الوقت ده انت بتساعد نفسك واسرتك، وهتوصل للشيء اللي نفسك فيه. هتقول لي ما تلخص وبلاش دوشة كتير وخش في موضوع نتعلم ازاي. الموضوع عايز منك بس العزيمة، انك تتحرك، تعمل اللي عليك، تبدأ. لو انت شاب دلوقتي في ثانوية، ابدأ خش في اي مهنة او اي حرفة وابدأ اتعلمها. ابى اديك مثال بسيط يمكن يجي على هواك. لو انت يا راجل دلوقتي رحت صالة الحديد واتعلمت وخدت كورس تغذية او كورس ازاي انت مثلا التأهيل والتدريب انك تدرب والكلام ده، وعملتك صفحة على الفيسبوك ولا حاجة، ممكن بعد فترة من 6 شهور لسنة يبقى لك متابعين وتبدأ تدرب اونلاين. والموضوع ده بقى منتشر جدا 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 جدا. هتوقف مرة واتنين وتلاتة، بس بعد كده هتبدأ تنجح وهتبدأ تعمل فلوس. الفلوس اسهل منها مفيش، ولو عرفت الطريق الصح الفلوس نفسها هي اللي هتشتغل لك وهتجيب لك فلوس. يعني اللي انا عايز افهمه لك من الاخر ومن الخلاصة، انه لازم يكون جنب تعليمك معاك مهنة او معاك حرفة. تعليمك وقف في يوم من الايام، او ما بقيش ليه لازمه، او مش معترف بيه، او مشاتك ما نفعتكش، هتنفعك المهنه بتاعتك. لو انت راجل سباك او نجار بتاع باب شباك، او معاك اي مهنه في اي مكان، لو سافرت اي دوله اوروبيه، اي دوله خليجيه، اي دوله عربيه، هتعرف تشتغل وهتعمل فلوس، وكمان فلوس كويسة جدا، ومش هتحتاج لحد. انا على سبيل المثال كعمرة ديني، لو انا قفلت محلي وسبت البلد ومشيت وسافرت وهجيت على راسي ومشيت، وجيت في اي شارع جبت شكارة فرشتها في الارض وحطيت مفك وحطيت قصافة عندي هنا وحطيت جفت، هنبدأ نصلح موبايلات وهناخد فلوس. المهنة او الحرفة بتنفعك في اي مكان. تمام. الراجل اللي كلمني او الشخص اللي كان عنده 27 سنه وبعت لي رساله على الخاص، بيقول لي انا 27 سنه مش عارف اعمل ايه، اليوميه مش مكفياني، شغل اليوميات ابو 100 جنيه و200 جنيه حاليا ما بقاش ينفع، مش هيفتح بيت، مش هيأكل أسرة، مش هيعلم لك أولادك، مش هيخليك تعرف تحوش وتعمل دخل تنفع بنفسك في المستقبل، مش هيعمل لك فلوس على جنب تنفعك في وقت الطوارئ. ومش بقول لك كده انك انت تسيب شغلك، لا، انت استمر في شغلك زي ما انت، بس اضغط على نفسك زيادة، ولازم تضغط على نفسك زيادة وتعمل ده، وتشوف لك مهنة او صنعة تتعلمها. لو اتعلمت اي صنعة زي مهنة الجبسن بورد، او الالموتال بتاع الشبابيك، الالموتال والكلام ده، او السباكة، او النجارة اللي احنا ذكرناهم دول، او على سبيل المثال تتعلم اي صنعة اي مهنة، حتى لو جبت لك موتوسيكل بالتقسيط وشغلته توصيل طلبات للمنازل، او شغلته ديليفري، او شغلت او عملت اي خدمه توصيل. يعني انا نعرف واحد توتشت عندنا هنا، عيل ما شاء الله عليه، جايب عجله
وشغال توصيل، عمل لنفسه كارت كده وكاتب عليه فلان الفلاني بعمل بوصل طلباتي، تكلمه بالتليفون يجيب لك الاوردر ده من هنا، يجيب لك الطلب ده من هنا، يجيب لك الطلب ده من هنا، وبيعمل فلوس من ايه؟ من عجله. ربنا كرمه بعدها بفتره جاب موتوسيكل. التفكير كتير والافكار اللي بتجيب فلوس كتير. المهم انك انت تتحرك وتعمل وتشتغل وتضغط على نفسك شويه. هقول لك انك هتتعب وهيطلع عينك والموضوع هيكون صعب عليك، هياخد له من 5 6 شهور لسنة، ولكن خدها ثقة انك بعد السنة هترجع تشكرني على الفيديو ده وتشكر اي حد اداك النصيحة، وهتشكر نفسك انك انت اتحملت وضغطت على نفسك وعملت بالنصيحة وطلعت واشتغلت على نفسك زيادة عن اللزوم، وبدأ يدخل لك دخل ثابت يكفيك ويكفي أسرتك وينفعك في حياتك مستقبلا. من الآخر كده، اتعلم وطور من نفسك، اتعلم حرفة، اتعلمت حرفة واتقنتها اتعلم التانية، اعمل لنفسك دخل اضافي، اضغط على نفسك شوية، اتعب، اعرج علشان تلاقي ثمرة تعبك وثمرة نجاحك. انا والله بقول لك الفيديو ده علشان تنفع نفسك وتستفيد وتفيد اللي حواليك. والله لو تعرف قصة حياتي انا كانت عاملة ازاي في بدايتي، وظروفي كانت ايه، وكان معايا ايه وما كانش معايا ايه، وكان مصاريفي ودخلي كان عامل ازاي، لدلوقتي تروح تنحت في الصخر علشان تعرف وتعمل وتبقى زي عمرو اللي قدامك ده حاليا، اللي من وجهة نظر ناس كتير عادي جدا ومفيش اي حاجة. بس لو تعرف انا كنت فين وبقيت فين، والله لما لك الحمد على كل حال وعلى اي حال. هتحاول تشتغل على نفسك علشان تنفع نفسك وتنفع اللي حواليك. ما توقفش الفيديو ده عندك، حاول تعمل له مشاركة لكل اللي حواليك علشان غيرك يستفيد. تحياتي ليك، بحبك في الله.